ومرحبا بكم يا شباب في حلقة جديدة من تحديات أكل الديابة. التحدي اللي فات كان من مطعم تمام، شوية كده حاجات حلمنتيسي، حبة هند حبة مغرب وحبة تونس. كان مطعم جامد، ولو عايز تتفرج على الحلقة كل اللي عليك ان انت ترجع للحلقة اللي فاتت على طول او تخش على البلاي ليست اللي اسمها أكل الديابة. ما تنسوش يا شباب كمان عندنا صفحات الفيسبوك، هتلاقوا اللينك بتاعها هنا اهوت، وصفحة الانستجرام هنا اهوت، والهاشتاج اهم حاجة. فعل هاشتاج أكل الديابة، ادي زوبة زقة. عايزين نوصل لأكبر عدد من الناس الأكيلة اللي بتحب الأكل وكل جديد. التحدي المرة دي معانا للناس اللي بتحب المشويات واللي بتحب بالأخص الفراخ. التحدي المرة دي من مطعم اسمه فراخ وكفتة. وادي الحاجات اللي احنا جبناها، اخترنا شوية حاجات كده من المنيو، حبة مشويات على حبة حواوشي على حبة افتكاسات، هتشوفوهم معانا في الحلقة واحدة واحدة. وما تنساش قبل ما تبتدي معانا تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تتفرج على كل جديد. واول حاجة معانا عزيزي المشاهد زي ما انت شايف الحواوشي الجامد الشديد. تعالى بقى ندوق ونشوف طعمه، هل هو اندر ريتد ولا اوفر ريتد. وزي ما انت شايف عزيزي المشاهد دي اول حاجة معانا الحواوشي اللي هو السجق، وده ثمنه 45 جنيه. طبعا زي ما انت شايف هو بيجي رغيف نصين، فانا والبرنس هندوق ونشوف ايه الكلام. هو العيش مهوسك حشو مش مليان، بس هو العيش بتاعهم حلو، العيش محمص. محمص. والحواوشي اللي معمول جوه السندوتش مظبوط، ده غير ان طعم السجق جوه الحواوشي باين. انا بصراحة مستغرب ان انا اول مرة في حياتي اجرب حواوشي بالسجق، بس بصراحة هم ظابطين الاداء، يعني في حاجة في مستقبل ليهم. يعني لفت انتباهي بصراحة ان الحواوشي جوه جوسي كده وطعمه حلو وطري وشبع. هل انت حسيت بفرق في الطعم ما بين الحواوشي السجق وما بين الحواوشي العادي؟ طبعا اكيد لازم يكون في فرق بين الحواوشي العادي والحواوشي السجق، لان السجق طعمه سجق اما الحواوشي شبه حواوشي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضرة النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ السجق مدي نكهه للحواوشي، وبصراحه هم ظابطين الاداء فيه جدا. الحواوشي بتاعهم معلم شغال، ما تقدرش تقول عليه ان هو واو، يعني حاجه مش يعني جامده تحفه تحس ان هي افتكاسه جديده، لكن هو شغال، يعني تقدر تديه كده 6 من 10. الحواوشي اتنسف بدايه تقدر تقول عليها مبشره من مطعم الشيف، ايده مظبوطه. تعالى بقى نخش في التقيل ونشوف الايتمز اللي جايه معانا ايه. وطبعا بما ان المطعم فراخ وكفته، فكنا لازم نجرب وجبه الفراخ والكفته اللي تمنها 120 جنيه. هل يا ترى هتبقى طعمها تحفه ولا لا؟ وزي ما انت شايف عزيزي المشاهد ده شكل الوجبه، حبه كفته وربع فرخه وحبه رز. تعالى بقى ندوق ونشوف طعم الوجبه هيبقى جامد ولا في الفكسان. طبعا الوجبه بيجي معاها طحينه، اللهم اديله طحينه، اللهم اطحن الزعيم. يعني دي الحاجه الوحيده اللي جت معاها. ده غير ان هو المطعم عندهم بصراحه مش زي المطاعم التانية اللي بتنزل معاها على طول المناديل والمعالق والشوك والسكاكين، مفيش سيرفيس. تعالى بقى نشوف الرز والفراخ هيبقى طعمها عامل ازاي. انا الاول بحب بصراحه، انا هبتدي بالكفته مع الطحينه واقول لكم ايه الطعم وايه الجوده. هي الكفته طعمها حلو، بس الطحينه طعمها استغفر الله العظيم يا رب. استنى كده لما نشوف معاك. افتكر اني قلت لك بلاش. فعلا الكفته بتاعتهم طعمها شغال، لكن الطحينه مش مظبوطه خالص. يمكن طعم الكفته من غير الطحينه هيبقى احلى بكتير. طبعا الرز اللي جاي في الوجبه دي زي ما انت شايف عزيزي المشاهد هو رز بسمتي، للناس اللي بتحب الحاجات الخفيفه. منكترين فيها نسبه الكاري، بس رزايه نفسها مش مظبوطه، تحس ان الرز معجن. يعني فعلا برضو جوده الرز مش قد كده. هو جوده المطعم متوسطه، هي شغاله يعني، فاهم؟ خصوصا فيها حاجات حلوه وحاجات مش حلوه صراحه. اسعارهم برضو مش عاليه، يعني وجبه زي دي ثمنها 120 جنيه. يعني انت لو جبتها مثلا من مطاعم تانية، واخد لي بالك بدون ذكر اسامي، ممكن تلاقيها داخله على ال 200 في ظل ارتفاع الاسعار. نشوف بقى الفخه ايه الكلام. طبعا دي فخه مشويه. خد انت معلم الدبوس. بص الدبوسه هتخش تطلع فاضيه، الدبوسه تطلع فاضيه. انزل بالدبوسه تنزل تطلع فاضيه، انزل بالدبوسه تنزل تطلع فاضيه. الدبوسه دي بايظه، بص ما طلعت سليمه اهي. يلا البلاعه عمود قن، ازلط بلاعه عمود قن يعني. وانا هتقول ايه؟ لقيت الفخ الفراخ بتاعتهم يمكن دي احلى حاجه في الوجبه، احلى من الرز. تقريبا الراجل الشيف اللي واقف على الشاوي ايده اللي بتلف في حرير، يعني هو بيشوي كفته صح وبيشوي فراخ صح. مطعم اسمه فراخ وكفته، وهو شاطر في الفراخ والكفته بصراحه. اي حاجه تانية عندهم مش جامده قد كده، يعني واضح ان دي اكتر حاجتين هم مركزين عليهم. لا والحواوشي ما ننساهوش برده كان حلو. الحواوشي كان شغال، ما كانش جامد. يعني في اماكن ومطاعم تانية احنا جربنا منها كان بصراحة طعم الحواوشي اجمد من كده بكتير، بس شغال على قده. الوجبه يا معلم شغاله، سعرها
متوسط وجودة الوجبة يعني مش قد كده، فممكن نديها فير قوي عليها 5 من 10. وهوبا الايتم اللي معانا المرة دي هي المكرونة البشاميل اللي تمنها 45 جنيه. وللناس اللي بتحب البشاميل ادي واحد مكرونة بالبشاميل شكله مغري قوي يا معلم. يلا بينا بقى ندوق ونشوف ايه الكلام. هما شكلهم سابوها شويه فحروقت على الوش. يعني هنشوف دلوقتي هل فعلا الحروقه المكرونه هتفرق ولا لا، ولا هتبقى مظبوطه. يمكن انا ما شفتش مكرونه بشاميل في مطاعم كتيره احنا طلبنا منها قبل كده، كان عندهم هم في المنيو المكرونه بشاميل، فكان لازم نجربها. انا شايف ان طعم البشاميل مش قوي، بس طعم اللحمه اللي جوه حلوه. يعني هي المكرونه برضو مش مظبوطه قوي فعلا، طعم اللحمه بتاعتهم حلوه، لكن يمكن المكرونه تحس ان هي يعني ايه، هي عايزه سوا مش مظبوطه. يعني هو حرقها يا معلم من الوش، لكن المكرونه من جوه تحس ان هي نيه كده، ايه سيكه كده هبابه. لكن هو بالامانه سعرها يا معلم 45 جنيه حلو قوي عليها، والكميه معقوله، فهي برضو ايه ستيل زي ما بيقولوا في الجون. طاجن بشاميل باللحمه. انت وانت بتاكل البشاميل ده كيف نص نص. تدي المكرونه البشاميل بعد ما دقتها كده بسلطاتها ببابا غنوجها. بي كول مان بي كول، سيبوا بغباوته بسلطاته ببابا غنوجه كمان. كم من 10 برضه متوسطه يا معلم. هو المطعم بصراحه واضح ان هم ماشيين في المعتدل. يعني جودتهم مش عاليه قوي، بس اسعارهم في الحنين مقارنه بباقي المطاعم. ونرجع تاني عزيزي المشاهد للمشويات، ومعانا المرات دي ربع طرب. واحنا بنطلب طبعا كنا عايزين نطلب سندوتشات، بس قالوا لنا ان ما ينفعش، او هم المطعم في رمضان ما بيعملش سندوتشات. كنا عايزين نجرب الكبده المشويه طرب والكلام ده، فطبعا ما كانش فيه، فاحنا جبنا ربع طرب كده. ايه قلنا نشوف الطرب بتاعهم ايه الكلام. ربع الطرب ده ثمنه 100 جنيه. تعالى بقى يا معلم نشوف الطرب بتاعهم عامل ايه. احنا جربنا كفته وجربنا الفراخ، تعالى نشوف الطرب هيبقى ايه الكلام. اخبط بقى معانا. وللناس اللي بتحب المسبك معانا طرب الجامد الجميل. طبعا هم واضح ان هم جامدين في المشويات، فتعالى بقى نديج ان ونشوف هيبقى جامدين ولا هتقلش منهم. 4 صوابع طرب 100 جنيه ليه؟ ربع كيلو. تعالى بقى ايه نشوف الطرب ده هيبقى عامل ازاي. الطحينه اللي ملهاش موقف من الاعراب دي لا حلو. هو واضح ان هم جامدين في المشويات. في المشويات، يعني فراخ كفته طرب، يعني واضح ان دي. لكن الرز والحواوشي والبشاميل قلشت منهم، فواضح جدا ان هم تخصصهم اساتذه مشويات في المشويات. ويمكن الطرب ده اجمد حاجه جربناها من عندهم لحد دلوقتي، طعمه اجمد من الكفته واجمد حتى كمان من الفراخ. فيمكن دي الحاجه الوحيده اللي لحد دلوقتي كسرت السكور وهتاخد معانا 7 من 10. مفيش كلام يتقال بصراحه مع الطرب. الطرب من اهم حاجه تاكله وانت بتتمزج. طبعا هو جاي مع الطرب حته كده عيش، هو العيش بتاعهم بلدي والامانه شكله مغري. في ناس بتحب طبعا تغمس وانت بتاكل، ده بيبقى كيف. ونيجي بقى لمفاجاه الحلقه دي، وهو الحواوشي الفراخ. طبعا احنا دقنا الحواوشي السجق، ومش اي حد بيعرف يعمل حواوشي الفراخ، ويمكن في مطاعم قليله جدا بتعمله. واحنا اخر مره دقناه يعني كان عارف اللي هو حواوشي وفراخ ده بتيجي ازاي، وفعلا لما دقناه كان طعمه فراخ، بس ما كانش برضه مظبوط وما كيفناش. فتعالى بقى نشوف هل بقى فراخ وكفته ولا هيطلعوا زي الباقي. وطبعا بفكرك عزيزي المشاهد ان تمن الحواوشي الفراخ 40 جنيه، يعني 5 جنيه اقل من الحواوشي السجق. هو حواوشي بس تدوقه يقول لك انا فراخ. يعني يمكن هو طعمه غريب، بس انا اللي عاجبني في الحوار شايف خلط بهارات وحبشتكنات معموله في سندوتش، بس انا باكله مش مقتنع انه حواوشي، لان معروف ان الحواوشي بيبقى لحمه، فازاي تقول لي حواوشي وازاي تقول لي فراخ؟ بس المهم طعمه عجبك؟ انا عن نفسي مش عاجبني، يعني ده يستاهل 3 من 10. يعني انت شايف ان السجق طعمه احلى بكتير؟ كتير. هو طعمه بصراحه غريب، يعني انت بتاكله مستغرب، انت مش عارف ده ايه، ويمكن برضه نكهته مش قد كده، بس هي حاجه جديده. يمكن لو انت حد بيحب الفراخ يعجبك، لكن هو لو بتتكلم على كيف ومزاج في الاكل فالحواوشي السجق كان اجمد بكتير يا برنس. والحواوشي الفراخ ده هيبقى لو انت من الناس اللي بتحب تجرب حاجات جديده، لكن غير كده يا معلم هو مش قد كده. وبكده يا عزيزي المشاهد يبقى احنا جربنا مطعم فراخ اند كفته. طبعا اجمد حاجه عندهم لو انت عايز تجرب من عندهم المشويات، الفراخ والطرب وكمان الكفته كانت اجمد حاجه. جوده المطعم بصراحه ما كانتش قد كده، بس اسعارهم جامده شغاله. تقدر تقول ان تقييم المطعم ده 5 من 10. ولو انت جربت منه اكتب لنا في الكومنتات تحت، ولو انتوا عاوزين اي افتكاسات تانية جديده ما تنسوش تكتبوها لنا في الكومنتات. اعمل لايك، اعمل شير، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان تتفرج معانا على كل جديد.
بننزل حلقات كل تقريبا اسبوع، ولو عايز تتفرج على الحلقات اللي فاتت كل اللي عليك ان انت تخش على البلاي ليست اللي اسمها اكل الديابه. ما تنساش يا شباب صفحه الفيسبوك هتلاقوها هنا اهوت، وصفحه الانستجرام هتلاقوها هنا اهوت، واهم حاجه الهاشتاج. فعل هاشتاج اكل الديابه، ادي زوبه زقه اكل الديابه، يعني الناس الاكيله اللي بتحب الاكل وبتحب الافتكاسات وكل جديد. اكتبوا لنا في الكومنتات ايه الحاجات اللي انتوا عايزين تشوفوها في الحلقات الجايه، سواء كان مطعم او افتكاسه جديده. يا رب تكون الحلقه دي عجبتكم. نشوفكم في حلقه جديده من تحديات اكل الديابه. بيس.